يا هاني يا جوزي الحقني. رجلي فتحة الحقني يا هاني، وقعت على وقعت ايه؟ وقعت الكرسي كان واقع شكله. ايه جوزك دي؟ خد بايدي طيب. لا يا اختي ما نقدرش نلمس. طب ليه يا هاني؟ ده مش جوزي. جوزك كده قدام الناس بس، هو في حد يتجوز اخته يا دعاء؟ على رأيك يا هاني والله. استنى يا اخويا. يا لهوي. ده هاني عندي دعاء. طبعا اللي معروف دلوقتي واللي منتشر في كل حته ان هاني جوزي. طبعا اللي كل الناس بتقول ان هاني جوز دعاء ودعاء جوز هاني. ماشي. طبعا احنا الفيديوهات والصور اللي احنا بننزلوها مع بعض بحكم شغلنا احنا اخوات. طبعا ما فيش حد اخ بيتجوز اخته، ومفيش اخت بتتجوز اخوها. لو كل الناس اللي هنتعامل معاهم هنبقوا متجوزينهم، فعلى كده انا متجوزه ناس كتيره جدا، وناس كتيره قوي مراتات الاستاذ هاني. ايه اقسم بالله، ومع اني طلقت بتاع 16 18 مره. على فكره للمعلومه في حاجه لازم اقولها لكم، احنا بنصور في قلب بيته، يعني زوجته موجوده، اولاده موجودين. وليد حط تحت وليد 100 خط، لاني وليد مش بتعدي اي حاجه، اللي هي بتنونو دول. ونسايبه موجودين، يعني احنا وسط عيلته، وهو لو بيعمل حاجه غلط عمره ما هيخلي عيلته في الموضوع. نسيبنا بقى من هاني وندخل فيا انا. احنا من الشخصيات اللي احنا اكلنا مع بعض عيش وملح، والعيش والملح لازم يتصان ان احنا نقول كلمه كويسه مع بعض، وفي ظهر بعض، وندافع لبعض. حته بقى اللي الناس كلها شغلاها يا هاني، ايه هي؟ اني انا لغايه دلوقتي معاك ومعظم الناس مشت. السؤال ليك انت. سؤال لولبي. والله يا جماعه بص، انا اتعرفت على ناس كتير، وناس كتير دخلت في حياتي، والشغلانه دي عرفتني على ناس اكتر واكتر من جميع المحافظات. طبعا احنا كان علاقتي بالناس اللي كانت شغاله معايا والله كلنا اخوات، وبس الفكره ان يصون العيش والملح، واللي هو فعلا يكون اخ، مش مساله شغل وخلاص، مش مساله ان احنا بنقضوا مع بعض وقت وعشان ناخد فلوس اخر النهار واسمنا شغالين في شغلانه اسمها سوشيال ميديا ماشي. ودعاء طبعا دخلت حياتي بقى لها بتاع كده زي سنتين اهوت ماشي. الحمد لله ما فيش اي مشاكل حصلت بينا، وبنتعاملوا مع بعض في كل حاجه بحب وحكمه واخوات في بعضيهم ماشي، زي ما بتتعامل اخ واخته. المعامله ما بيننا كلنا، سواء انا وهاني، رندا، عنتر، محمد، عاطف، يوسف، وكان اللي بيجي يدخل وسطنا كان بيحب المعامله معانا وفي وسطنا لسبب واحد، ان كان بيحس ان احنا عيله واحده. والناس كلها بتسالني هو انت قريبتهم، انت مرات حد فيهم، انت اخت حد فيهم، عشان درجه الاخلاص اللي كانت موجوده. الفرق ما بيني وما بين اللي مشوا، وانا مش بزكي نفسي بالموضوع ده، ان انا ما بصيتش للفلوس، ما فرقش معايا الفلوس. كل اللي فرق معايا معامله النفوس. طول ما اللي قدامي بيديني بضمير وبيتعامل معايا بضمير، انا كمان هديله من قلبي وهتعامل معاه بضمير. حته الفلوس اول ما بتدخل ما بين البني ادمين بتفرق ما بينهم، لان كل واحد بيبقى عايز نفسه الاحسن. لو حبيت الخير لغيرك هتلاقي الخير جايلك لغايه عندك. احنا طبعا مرينا بظروف صعبه، وظروف مش الظروف الماديه، ظروف في الشغل والنفوس والاصحاب والاخوات وكلام من ده. احنا كنا بنقضي يوم كان معانا ناس شغاله معانا اسمهم اخواتنا، اسمهم بس اخواتنا. اعوذ بالله، كنا طول النهار في سب وشتم ولعن، وسبحان الله ان يعني كل واحد يعني بيجي له سبب ان هو يطلع من العمل ده. مش احنا اللي بنطلعه، احنا ما طلعناش حد ولا بنشهره حد، ولا احنا بنشهره نفسنا. يعني كل واحد بيعمل بعمله، كل واحد يعني يعمل حاجه اللي هتخش معاه في جبره. مش مساله ان انا هنصور وشغال انا وهاني. انا عمري ما قلت ان في ناس شغاله معايا، انا عمري ما قلت ان يعني الناس دي شغاله عندي مثلا. انا مش عارف نقولها ماشي. دايما احنا كلنا والله العظيم اخوات مع بعض، سواء رندا، دعاء، عنتر، محمد عاطف، يوسف هاني، سجدة عاطف، الحاج عاطف، عمر هاني، محمد هاني،
محمد عاطف مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه. محمد عاطف طبعا هو الكل في الكل. طبعا محمد عاطف ده بدايته هو أس المشاكل. ماشي. اديني الحلقه. كان برضو جه علينا وقت ان محمد عاطف البيبي الصغير بالنسبه لي انا ان هو برضو ان انا بلف عليه وعايزه اتجوز. محمد عاطف الاستاذ الكبير اللي معانا اللي هو اساس المونتاج، اساس التصوير، ويوسف طبعا هاني. مش عايزه اقول لكم الاتنين مع بعض زي الفل، بس البدايه كانت مع محمد عاطف، كان يوسف لسه ما ظهرش. فلما كانت البدايه ان البني ادم ده كان بيتعامل ان هو دايما ان اللي قدامه مستضعفه عشان صغير، لان هو كان اصغر واحد فينا، فكانوا كلهم مستضعفينه وبيتعاملوا معاه معامله مش كويسه. وانا من الشخصيات المكان اللي ابقى موجوده فيه لقيت حد فيه بيتعامل معامله مش كويسه، انا لازم اديله حقه ولازم احسسه بوجوده. ومن هنا بقى كانت القصه اني انا ببص للاستاذ ده، الاستاذ ده، واتعمدت وقتها ان انا كل معاملاتي وكل وقفتي وكل كلامي مع محمد عاطف. مختصر الكلام كله في اللي انا قلته ده كله، وان انا لو قعدت احكي كتير وكتير هتعرفوا حاجات من ورا الصندوق او من جوه الصندوق، بس احنا نخليها من ورا الصندوق، لان الصندوق لو اتفتح ناس كتير قوي هيبقى شكلها وحش. ان احنا ما ينفعش ننجرف ورا الكلام، فلان وعلان جه اتكلم عليا واتكلم من ورايا، لو انت ما سكتهوش وجيت نقلت يبقى انت زيك زيه. دي حاجه. تاني حاجه، يا ريت نحترم نفسنا ونحترم خصوصيات البني ادمين ونحترم شخصيه البني ادمين. ولان انا واحده من الناس دماغي ناشفه جدا، لو اتقال لي انت لازم تبعدي عن هاني عشان سمعتك، انا هقول لهم هاني ما شفتش منه حاجه وحشه واتعاملت معاه احسن معامله، والراجل كان محترم معايا وكان اخ كبير. والحقيقه انا اللي كمان شايفاه في هاني ان في طيبه ابويا، عشان كده في كلمه ما بيني وما بينه دايما بقولها له في الشغل، بقول له مرضي، والكلمه دي انا الوحيده اللي بقولها له عشان خاطر هو راجل محترم. طبعا دعاء وده راجل محترم، اخت لينا وكل الناس اللي معانا طبعا اخوات لينا، واحنا اخوات قسما بالله، والفيديوهات دي كلها يعني تمثيل. والحمد لله. ونورين مفيش تاتش، كل الفيديوهات فيها تاتش، باللي اتكلموا، باللي مطلعين الكلام، كل فيديوهاتهم مسيئه للاخلاق. احنا ما عندناش تاتش، ما عندناش ان احنا هاني مطلعنا عشان يبيننا للناس الراجل ده راجل خلوق ومحترم، وده اللي مخلينا ان احنا ماسكين فيه، مش الفلوس اللي ما بيننا وما بينه. فيا ريت تخليكوا في حالكم، تقطعوا لسانكم. طبعا والله العظيم ما شفت احن واحلى من الحاج هاني. الناس اللي بتتكلم ده الحاج هاني الحاج هاني الحاج هاني الحاج هاني بالعند فيك.